قالت أنا بحبك وعايز أجي معاك أنام في حضنك يعني الليل. هو خلى عليه. مارست العلاقة الزوجية معاه وبعد كده قتلته علشان قال لها هتجوز عليكي. أبشع جريمة هزت الشرقية. في سنة 2024 نهى عندها 39 سنة من إحدى قرى مدينة كفر صقر، متجوزة من منير اللي عنده 42 سنة وعندهم 3 بنات أكبرهم 17 سنة. منير متجوز وعايش في شقة منفصلة في بيت العيلة، وخلال فترة جوازهم كان بيحصل خلافات كتير بين منير ونهى، لكن علشان منير كان بيحبها كان دايما بيسامحها. لحد الفترة الأخيرة منير بدأ يلاحظ سرقة مبالغ مالية كبيرة من بيته، رغم إن محدش من أهله بيدخل شقته علشان المشاكل الكتير اللي مراته نهى بتعملها معاهم. فمنير بيتهم نهى إن هي اللي بتسرقه، لكن نهى بتنكر. فلما منير قال لأبوه على موضوع سرقة الفلوس دي، أبوه قال له علشان ما تظلمش حد يا ابني، عين فلوسك في الشغل بعيد عن البيت كله. منير كان بيشتغل حداد وكان عنده ورشة حداد على قطعة أرض حوالي 350 متر، كان حاطط فيها عربيته الملاكي والموتوسيكل والتروسيكل بتوعه، وكمان كان عامل على نفس المساحة غرفتين معيشة لأنه مربي مواشي، يعني حالته المادية كانت ميسورة جدا. وبالفعل منير بيشتري خزنة صغيرة وبقى يعين فيها المبالغ المالية بتاعته، ولأن المكان كان حاطط فيه كاميرات مراقبة فما كانش قلقان. نهى لما لقت منير بقى يعين فلوسه في الورشة بدأت تعمل معاه مشاكل وتقوله إنه مش مآمن ليها وبيخونها وكلام زي كده كتير. وفي يوم منير جات له بيعة وقبض 7000 جنيه وروح على بيته، وبمجرد ما دخل وحط الفلوس في الدولاب بتاعه واتغدى ولبس علشان ينزل وجه علشان ياخد الفلوس لقاهم ناقصين 1500. فعمل مشكلة مع نهى واتهمها بسرقتهم لأن ما كانش في حد في الشقة غيرهم هما الاتنين، وبيحصل مشكلة كبيرة بينهم، وعلى أثرها نهى بتتهمه إنه مخونها وبتسيب له البيت وبتمشي، وبتفضل غضبانة في بيت أهلها حوالي شهر. ومنير طول الفترة دي ما بيسألش فيها، فنهى بتتصل عليه علشان يرجعها، لكن منير يتخانق معاها بسبب سرقتها دايما للفلوس ورفض يرجعها وقال لها إنه هيتجوز عليها. وتاني يوم من المكالمة دي نهى بتروح لمنير الصبح على الورشة وتتخانق معاه علشان بيقول لها إنه هيتجوز عليها، وبيحصل خناقة بينهم وبتتطور لمد الإيد. نهى مدت إيدها على منير ومنير كمان مد إيده عليها، وبعد الخناقة دي نهى بتقرر إنها ترجع لشقتها وبيتها، وبتقوله إنها مش هتسيب بيتها ولأن بنته الكبيرة كان فاضل على خطوبتها أسبوعين. فمنير محبش يكبر المشكلة ويوصلها للطلاق، وبتفضل في البيت لمدة 3 أيام لحد رابع يوم، وتحديدا على الساعة 12 بالليل منير بينزل علشان يبات في الورشة زي ما كان متعود علشان يبعد عن المشاكل ويحرس حاجته اللي موجودة هناك، لكنه بيتفاجئ ان نهى بتقرب منه وبتصالحه وبتقوله انها عايزاه النهارده، عايزه تروح معاه الورشه علشان تصالحه بطريقتها وتدخل معاه في علاقه زوجيه، وهتروح معاه الورشه علشان يبقوا براحتهم اكتر. قالت انا بحبك وعايز اجي معاك انام في حضنك يعني الليل. هو خلى عليه. وبالفعل منير بياخدها وبينزل وبيركبوا على الموتوسيكل وبيروحوا على الورشة، واللي كانت على طريق مركز الحديدي واللي بتبعد حوالي 2 كيلو عن بيت منير. وأول ما وصلوا نهى دخلت معاه في علاقة زوجية، وبعد كده منير أخد حقنة الغضروف ونام. وتاني يوم الصبح نهى بتفتح باب الورشة وتفضل تصرخ وتقول الحقوني منير مات، وبيوصل للجيران وابو منير اللي اول لما بيشوفوه بيلاقوه بالفعل مات. نهى قالت انه كان بيشتغل بصاروخ الحداده فوقع وجه على رقبته ومات. الجيران بيتصلوا على رجال الامن وبوصولهم ومن المعاينه المبدئيه جثة منير موجودة في الصالة على الأرض ومطعون بحوالي 15 طعنة في بطنه وصدره وظهره، كمان في ذبح في رقبته. الغريبة إن الصاروخ اللي نهى قالت عليه كان جنب جثة منير، لكن السلك ملفوف على الصاروخ. المفروض إن السلك يبقى متوصل بالكهرباء أو مرمي على الأرض. كمان بمعاينة المكان كان في آثار دم في الغرفة اللي بتبعد عن الصالة حوالي 100 متر، دم على السرير والحيطان، ومعنى كده ان منير اتقتل في غرفته وبعد كده تم نقله للورشة. بالكشف على تسجيل الكاميرات اللي موجودة في المكان رجال الامن بيلاقوا ان اسلاك الكاميرات مقطوعة، ده غير كمان ان الكوبس الخاص بالكاميرات مقفول واتقفل تحديدا بعد ما منير ومراته دخلوا الورشة بفترة واللي كانت تقريبا قبل قتل منير. كمان الباب الخلفي للورشة كان مفتوح، ودي حاجة غريبة جدا، وكان صعب دخول أي حد للورشة بسهولة لأن منير أصلا كان مكهرب كل الأبواب والشبابيك اللي موجودة في المكان، ومش أي حد يعرف يفتح الأبواب دي إلا لو فصل الكهرباء من جوه المكان. وبيتم تحويل الجثة للطب الشرعي، ولأن الجريمة كان فيها شبهة جنائية بيتم اتهام نهى إنها اللي قتلته لأنها الوحيدة اللي كانت موجودة مع منير. في نفس الوقت رجال الأمن بيدوروا على أي كاميرات حوالين المكان، فبيتفاجئوا بكاميرا مسجلة شاب رايح ناحية الورشة، شاب في العشرينات من عمره،
ولما بيسألوا على الشاب ده بيلاقوا ابن أخت نهى، وهو كان نفس التوقيت اللي منير اتقتل فيه. وبالتحقيق مع نهى بمواجهتها بالأدلة دي بتعترف على الواقعة إنها بالفعل اللي قتلته بمساعدة ابن أختها، واتفقت معاه على قتل منير. ويوم الواقعة راحت مع منير الورشة علشان يقتلوه هناك بعد ما صالحته ودخلت معاه في علاقة زوجية، وأخد الحقنة بتاعته ونام. بعدها نهى قطعت سلك الكاميرا وفتحت الباب الخلفي لابن أختها، ولما دخل فضلوا يضربوا فيه وهو نايم وقتلوه. وبعدها ابن أختها مشي، أما نهى فضلت جنب منير لحد لما طلع النهار. وبعد كده عملت الرواية بتاعتها دي، وبيتم القبض على نهى وابن أختها وحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق.